ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكل تقليدي. يعني ايه اكل تقليدي؟ اللي مامتي ومامتي كانوا بيعملوه. انا كان عندي بطاطس الرفيعه دي شايفين، فانا قشرتها، وعندي بصلايه متوسطه وفصين توم مقطعهم وملح وفلفل اسمر، وانا دايما بجيب الطماطم وبسبكها واحطها في التلاجة. وعندي هنا وهنا حاطه اللحمه على النار بشوحها. ويلا بينا نشوف هنعمل اكلتنا دي النهارده ازاي. دلوقتي ده اكل تقليدي اللي مامتي ومامتي كانوا بيعملوه. فانا هعمل ايه؟ البطاطس دي هقسمها كده زي ما انتم شايفين كده اهو، او بالنص. الاكل التقليدي مش هنحط فيه اي حاجه غير ملح وفلفل اسمر زي ما قلنا، زي ما انتم شايفين. والله العظيم اكلات مامتي ومامتك دي كانت حلوه جدا، بس احنا بقى اللي ايه، ولادنا طالعين فيها. ده انا قطعتها تقطيع عشوائي كده، مش حاجه يعني، فاهمين؟ يلا بينا بقى نحطها على النار ونشوف هنعملها ازاي. انا دلوقتي هنزل بالبصل بتاعي اهوت، واحط عليه اهوت، اشوحه بس كده دقيقه واحده. بعد كده ماشي. بصوا انا دلوقتي اهوت شوحته شويه، هنزل عليه بمعلقه زيت اهي، ومعلقه زبده صفرا. ما عندكيش زبده صفرا حطي سمنه، ما عندكيش كفايه زبده. هقلبهم مع بعض. بصوا حبايبي انا عايزاها كده. انا عندي هنا طماطم متسبكه، هنزل بالبطاطس مع البصل كمان، وهنزل عليها بالثوم. لان انا الطماطم اللي عندي متسبكه. لو انت ما عندكيش طماطم متسبكه حمري البصل عادي وتنزلي عليها بعصير الطماطم. احنا لازم نتعلم ان احنا على قد ما نقدر. طبعا الظروف صعبه والحاجه غاليه دي. لو ما عندكيش بطاطس رفيعه زي دي، ممكن البطاطس العاديه اعمليها. واعملي مثلا لو انتوا هتاكلوا اكل بايت عادي القطاعي، مش هتاكلوا اكل بايت، اعملي على قد اللي هتاكلوه. ادينا شايفين الدنيا غاليه ازاي، وبالذات لو انت لسه عروسه جديده. طبعا الله يكون في عونكم، عليكم حاجات كتير. او مثلا لو زي كده عندها اولاد كبار وراكم التزامات كتير، كليات بقى ومصاريف وحاجات. وهنزل بعد كده عليها بالتوابل. صدقوني الاكله دي حلوه جدا وهتعجبكم. وهقلبهم شويه مع بعض. بعد كده تعالوا نبقى نشوف هنعمل فيهم ايه. شايفين بعد ما قلبتها، عايزه اقول لكم والله يا حبايبي ريحتها روعه جدا. هنزل بقى بالصلصه. انا نزلت بالصلصه اهي ماشي، وهقلبهم شويه. وهاجي بقى هنا ازودها شويه شوربه دلوقتي. طبعا عشان انا قلت احنا زي ما قلنا ان عندي انا الطماطم متسبكه، انا حطيت في الطبق بتاع الصلصه كاستين شوربه. خلي بالكم البطاطس ديت مش بتغيب في السوا. هزودها كمان واحده اهوت. لو انت ما بتحبيش تزوديها شوربه حطي تزوديها شويه ميه سخنه، بس والله في الشوربه بتفرق كتير، تدي طعم وريحه حلوه. وهنغطي عليها النار لحد ما تستوي. دلوقتي يا حبايبي احنا نبص على البطاطس بتاعتنا. ايوه شايفين استوت ازاي وريحتها طالعه روعه جدا. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. ده يا حبايبي شكلها بعد ما استوت. طبعا شايفين دايبه وعامله ازاي وريحتها روعه جدا. وعملت جنبها شوربه باللحمه اهي. احنا قلنا النهارده اكل تقليدي، رز بالشعريه. وممكن لو عايزين تاكلوا عيش. احنا قلنا ان احنا هنعمل اكل تقليدي بتاع مامتي ومامتك، نتعلم نستفيد من اي حاجه عندنا. يعني البطاطس الرفيعه دي طلعنا منها اكله جميله. ويا رب يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم.